شكرا استاذ الشاعر الصابر استاذ جلال. على فكره انا شايف فيه تقدم جميل يا استاذ صابر، دايما كده متقدم يا رب. هدوء بقى بالصلاه يا جماعه، شويه هدوء بالصلاه علشان هنضحك دلوقتي، هنبتسم بس بصوت، هنبتسم بصوت مع الزجال الجميل الاستاذ الشاعر عبد العزيز عطيه. رسول رسالته نشر الدين. رسول رسالته نشر الدين، ورسول رسالته الأدب، ورسول عشان مبدأ ويقين، ورسول يخط للناس العجب. عبد العزيز عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي الأستاذ عبد الله عبد الصبور بمناسبة تكريمه. وفي ناس كتير قالت يا رب المفروض يكرم كل يوم، وأنا شايف إن هو يكرم يوم ويوم أحسن، على أساس ناخده راحة، يعني ما تبقاش 365 يوم ورا بعضيهم ولا يوم راحة. والأستاذ حسن كان بيقول هات اللي عندك للأستاذ عاطف، التليفون بتاعه ضايع. فأنا شفت قلت الأستاذ عاطف هيطلع التليفون، هو شافه بيرمي الرصيد في الأرض. لما الحب يحاول مرة يخش في قلبك اهرب منه، اوعى تخلي جوارحك مرة لهن يحنوا، كل ولاية الدنيا يا صاحبي أكيد بيجنوا. فضلت 6 سنين تعمل لي البحر طحينة، مرة مراقية ومرة مارينا، واما نزلت في بحر هواها غرست في طينة. قول لي ازاي راح نخلع منها وهي تخينة؟ يلا مزاد من دلوقتي على استعداد ادفع نص الثروة بتاعتي وتطلع عمرة على بغداد. نفسي اجاملها دقيقة حداد، واما عينيا تدقق فيها بتفكر قال ايه بعشقها، اما حقيقة نظرة عيني بتخيل عشماوي شنقها. واما الدنيا علينا تليل اشعر ان الكون بيميل، قلبت جوه هدومي الواسعه وارجع عيل. اكتر شيء بيأثر فيا ان معيش قنبله يدويه، حتى شارون بقذاره قدره بالنسبه لها ده يبقى وليه. بعد كتير جاتني التفكيره، رحت مدور على تباشيره وكاتب يافطه حروفها كبيره، ومثبتها على ببتها في اعلى مكان. بريزنس اوباما اضرب يا جبان، هنا يسكن اصل كانت بوش واتغيرت الساعه السريع. بريزنس بوش اوباما اضرب يا جبان، هنا يسكن قائد طالبان. طبعا انتوا ايه، شكرا لكم. رئيس؟ الله يكرمك. لا بتاعت الرئيس احسن. لو كنت رئيس. جوا؟ الخلع يعني عايزين خلع ولا انتوا عايزين خلع؟ اخلعيني وحل عني، ده انتداء موجود في دمي وارتباطي كان مصيبة وقعتني فيه حبيبة، رب بقى يرحمها أمي. في الخطوبة مزوقينك
والدهب تقل يمينك دق قلبي وقال دي هي. لما جبتيلي الصينية تبلفيني من سمينك. طب ودينك نفس شكلك هو شكلك في الخطوبة؟ ياللي حتفاني بمشاكلك 1000 طوبة. ولا أكلك كله سالب سلك وملمساه رطوبة. يا زوبة. لما أمك بتأنسني بدعي لو إبليس جالسني أحلى من الست القروبة. ولا أبوكي كل يوم والتاني يمي يلهى في الغدوة اللي هي وعمره ما أبدا يسمي. يا همي لو ضرب حظي في مرة وابن خشيشك تشمي، أو تبصي في المراية تنغدر يلعن هدايا، أو تحلي عن سمايا وتستحمي. قالوا ايه دايما تقولي عني اني مش بقدر؟ طب هتيجي ازاي وانا عايش مخدر؟ ده انت زي البنج والجزع المجدر، لو مجاري الصرف يوم هيصدروها كنت عبيكي في جراكن واعلن التطبيع وصدر. من يوميها ولسه فاكر يوم وقوعي، يوم ما علقتي ايديكي في متن كوعي. كل شيء حبيته فيكي كان صناعي، الباروكة كانت صناعي، والسنان والنهد والارداف صناعي، والضوافر والرموش برضك صناعي. قلت عديت صباعي ايه يا زوبة كل دولة؟ انت انسي ولا جني ولا غولة؟ حتى نن عينيكي حولة. زي ما خدعتيني انت وقلت انك درجة اولى، ابقى قابليني يا روحي لو لقيتي فيا سنتي من الرجولة. الجمهور عايزك عشان عضمي ماشي سبق التليفون. ماشي. يلا قول لهم بقى رد بس. رد زوبة على الخلع. اخلعك واحل عنك؟ طب ومين غيري يجنك؟ قبل ما تقول الكلام ده احترم شبتك وسنك. انت لسه شفت حاجة يا دجاجة ياللي واخد كام بطولة في السذاجة؟ اخلعك واحل عنك؟ طب ومين غيري يجنك؟ قبل ما تقول الكلام ده احترم شبتك وسنك، وكفياني انك اناني والقانون حق وعطاني، ليه يكون مجني عليا وانت جاني؟ بطلوا ده واسمعوا ده انت في وسط السحالي ما تساويش لو حتى دودة. مين ينافسك الا نفسك في البرودة، والرزالة واخدها موضة. يا جودة لما جيت فارد قلوعك كان ما فيكش غير ضلوعك. قول لي مين في الدنيا غيري يسد جوعك، والقشف كان مالي كوعك. رغم اني ساكنة ارضي كنت بسمع دق قلبك من نزولك او طلوعك. تكشف العيب اللي فيا الباروكة وبعض اجزاء القضية. تكشف العيب اللي فيا الباروكة وبعض اجزاء القضية. كنت سيبني ونام معاهم والحنام والاغلبية. ده انت والدك يوم ما شافك انفزع منك وخافك، ولا مامتك من دمامتك جالها سكتة يوم سبوعك. وصبرت ياما عليك كتير علة وعسى،
لا يوم لمست رجولة فيك ولا ليا بيك أمراض نسا. أما الدليل على المستحيل لساني عايشة آنسة، لساني عايشة. دليل على المستحيل. طبعا بعد الجرعه الجميله من الضحك اللي ضحكناه مع الاستاذ الشاعر الجميل عبد العزيز عطيه، نقدم الان الشاعر اسلام المصري. الشاعر عبد الله عبد الصبور في حفل تكريمه، هتقول له ايه؟ انا بهنئ الاستاذ عبد الله عبد الصبور بالتكريم الغالي ده، لانه كشاعر واعلامي فهو اعلامي ناجح جدا، وكاشعار اشعاره جميله جدا، ليها اثر على النفس، بتطيب النفس جدا، صاحب مدرسه جميله جدا، بيقدم فن رائع بيطيب بيه الناس وبيطيب قلوبهم. واي شاعر ناجح يحب دايما ان هو يطيب الناس من خلال الكلمات والحروف اللي يقدر يقدمها للمتلقي فتلقي اثر في نفسه. واستاذ عبد الله عبد الصبور من الشعراء العظام اللي ليهم مدرستهم في ايجاد توغل داخل قلب اي متلقي. فانا بهنئه جدا وتكريم غالي جدا ليه، ويا رب من تكريم اولا بهني الاستاذ عبد الله عبد الصبور في تكريمه الحمد لله. فهقول قصيده وطنيه بقول فيها: بحكي لك وبشكي لك من الفرقه، نهار الشوق بقى بيزيد، ضجيج القسوة حاربنا، صريخ المظلومين كرابيك، ظروف المحنة وجعانا، آلام البعد جرحانا، نزيف الدم يانا، غروب الشمس باعدنا، قيود الطوق بتكسرنا، صداعنا عار بيطوينا، بيطوي أحلى أحلامنا، وصوت القوة وسطينا بينعي أغلى ما لينا من الطيبة، من الرقة، من الحب، من الشفقة، وبستنى صياح أهلها يجدد حلمي في السكة، يجند أعتى ما فيها، وفي الضلمة تلاقي الضي، تلاقي أملها في الوحشة، تعافي ولادها في المحنة، وتسبقها خطاوي النوح، وأنا قلبي حزين وعطوف، ينادي فجر أشواقنا، يفادي هجر أولادنا، يعادي وقت أحلامنا، من الفرقة ألاقي الويل. شكرا. شكرا للاستاذ الشاعر اسلام المصري. الان مع التألق ومع التقدم مع الشعر الجميل والشاعر القاهري السكندري محمد سيد فراج. انا ببارك لاستاذنا الكبير الاستاذ عبد الله عبد الصبور، واسمحوا لي اهدي مقطوعه كده. الديوان مليان مشاعر، طرح روح البحر شاعر، قلبه مفطوم على البحور، اللي ماليه عينيه محبه، جايه تسقل كل حبه، من ريحان الشعر تظهر غنوتك مسك العطور. اسمحوا لي هقول حاجه جديده بقى لاول مره بالمناسبه السعيده دي. اسمحوا لي. احضنيني بشمس طله عالريحان اللي في نسيمك، جاي يحضن قلبي والله لاحضنك من البرد سيبك، من عيون الناس وقولها اني هتجنن عليكي وانت فرشه الليل يا زهره، جوه روح الشعر ليكي ابتدى يزحف ويمشي، عالحنين اتربى رمشي، جوه روحك ليل سباقي صبل نن العين ما نمشي، من جمالك شاب قلبي للغرام والعشق صابني بالدفى لحظة شتاكي، اتولد عمري اللي باكي فوق خدودك باحتضان، تاخدي احلامي بهواكي تعلني في روحي النهار اني شاعر فيكي نسمة، حددت للقلب اسمه يسكن الاحياء ويحلف ان حضنك
أغلى دار، إن حضنك أغلى دار. حددي للقلب نسمة. بنشكر الأستاذ الشاعر محمد سيد فراج، ونعود إلى شعارات الإسكندرية اللي بصراحة دايما بينوروا أمسياتنا الشعرية، ومع الأستاذة الشاعرة دعاء محمد. مساء الخير. طبعا انا بهني الاستاذ عبد الله بمناسبه تكريمه، وهو لو اتكرم مليون مره بصراحه مش هيكفيني، هو انسان جميل جدا وصاحب اجمل ابتسامه. شكرا. لا عايز اسمع حاجه لو سمحتي. طيب انا هقول حاجه صغيره كده. جربت تحب الجرح جربت تحط ايديك على جرحك علشان ما ينزفش، جربت تحضن خنجر طاعن قلبك وما تتألمش، جربت تحب الجرح عشان من الناس اللي على عذابها ما تقدرش. شكرا. بنشكر الأستاذة دعاء محمد. الآن مع أخي وحبيبي، شرفنا النهاردة من القاهرة شاعر أنا بحبه جدا جدا جدا، أخ لينا جميعا، وبفرح جدا لما بيشرفنا في النادي المصري الاسكندري الشاعر القاهري الجميل طاهر الصفاني. الحقيقة أنا ببارك للشاعر العامي وللأدب، ببارك للشعر وللأدب تكريم عبد الله عبد الصبور. عبد الله عبد الصبور شاعر معلم بيعلم، يعني أكم من يقولوا الشعر، لكن عبد الله علامة في الشعر الحديث إن شاء الله يكون. حول رباعية وحاجة. الحظ قبل العلام حتى اسألوا جوته، صعلوك ما بين البشر نبي في أوان موتوا، يا مخدوعين بالحكاية يا ما لسه في الحواديت، العلة مش في اللي قال، العلة في سكوته. الدم السايل، سألت الدم السايل عن صاحبه، مين ساله ومين أرداه ومين سحبه، مين خانه ومين خاين، مين اللي قال على الملا الدم ده هاين. يا خلق فوقه بقى، يا خلق فوقه بقى، كتر البكا تباريح بيطفي نور الفؤاد وبيبطل التسبيح. ادعي وصلي الفروض في النافلة، ادعي ولا كل داعي صدق، ولا كل من نالها عالم سواد القلوب، عالم بأنوارها. سألت طير السما لو بالوما جاوب، هو الإمام بالعمى ولا كلام في الريح، الحكمة في اللي اتقتل ولا اللي قلبه جريح. العيب على اللي بدا قال لي بلاش تلميح، الكل فيك يا وطن وطني رفع راية، شايل حياته كفن وحبه ليك آية. الدم سال للركب، الدم سال للركب، به ناس بتتحنى، لو كنت حق افرزه من زيد ومين حنى، ومين يروح على النار ومين على الجنة. القتل شرعه قبيل وله نصيب منه، لو تدعي ليه تأويل قرآن أو سنة، وحق جاه النبي وحق من ولاه. القلب ليه النبي لما اهتدى بهداه، داعي الجهاد يا غبي على أخ ويا أخاه، كفنت ليه الصبي لما اللي خلقه حياه. ربك في ملكه حكم ملهوش وكيل على الأرض، وانت بتدعي الصنم وعملت حكمه فرض. الدين براء منكم لحد يوم العرض. شكرا لحضراتكم. شكرا. شكرا للأستاذ الشاعر طاهر الصفاني.
صائد الجوائز بالإسكندرية هقدمه، ولكن استعد يعني علاء شكر القيصر. ولكن أنا دلوقتي بقدم شاعر بقدمه لأول مرة بشرفنا، الأستاذ عادل جلال. انا ببارك طبعا للاستاذ عبد الله عبد الصبور شاعرنا الكبير، وعقبال كل مره يا رب. اسمها صياد. بقول عملت صياد ورميت الشبكه في الميه، طلعت لي سمكه جميله قالت لي خدني يا صياد، ده انا وحدانيه، لا ام بتسال عليا ولا اب سائل فيا، صعبت عليا المسكينة وطبطبت عليها بإيديا، وقلت لها أنا زيك لا ليا قريب ولا حبيب، عايش وحيد في الدنيا دي، ده أنا هاخدك معايا وهشيلك جوه في عينيا، ده انتي أصيلة وعمر الأصل ما بينشرب مال، ولا عمري هفرط فيكي لو وزنولي تقلك مال، ده انتي سبحان من صور آية من الجمال. ورجعت معايا البيت ولبستها أجمل طرحة، وشلت من قلبها الحزن وزرعت مطرحه الفرحة، وعوضتها حنان الأم والأب وزيادة، ووهبت لها كل ما عندي من حب وحنان وسعادة. وفي ليلة وقفت على الشط سرحانة، تتأمل الموج وتتنهد بأهيانة، سألتها قلت لها مالك باين عليكي تعبانة، قالت لي أبدا كان ليا هنا حبيب هجرني ونساني، وجيت هنا برضه أشوفه من تاني، اعذرني يا صاحبي كان نفسي أكون ليك وأعيش معاك في هنا وفي حضني أدفيك، لكن الحب اللي في قلبي له هو ما هوش ليك. شكرا للاستاذ عادل جلال، واهلا وسهلا بيه دائما بيننا. صائد الجوائز شاعر الفصحى وفارسها الجميل، الاستاذ الشاعر اللي زعلت جدا جدا في مهرجان نادي اليخت اني ما سمعتهوش، علاء القيصر. كان في ندوه عملها الدكتور السلكاوي في نادي اليخت، يا خراب اسود خراب اسود رهيبه، 20 نفر بالظبط اللي قالوا اكتر من 300 نفر فوق. طبعا انا ببارك للاستاذ عبد الله، اقول حبيبي استاذ محمد. وظللت ازحف في ترابك بالقصيدة والليالي قاسية، لا ندوة القواد تقبلني ولا أحدا يحب القافية، ويضمني فقري كأن الفقر للشعراء أم حانية. قصيدة. قلبي يحبك مرتين ولست فيه، فبقلب قلبك أدخليه لتدخليه. قلبي يحبك مرتين ولست فيه، فبقلب قلبك أدخليه لتدخليه. سألت وكيف يحبني؟ فأجبتها إن الشهيد يحب أيدي قاتليه. قالت وكيف الحب يقتل؟ قلتها الحب مثل الشعر يقتل مبدعيه، فالبحر يحضن معجبيه بموجه، والبحر نفس البحر يغرق معجبيه. قد جئت أقرئك الأنوثة فاقرئي ما قد تعثر من جراحي واحفظيه. قد جئت أقرئك الأنوثة فاقرئي ما قد تعثر من جراحي واحفظيه. بالجلد آسيتي ستبصر بيتها، فتحملي جلد الغرام لتبصريه. أنا راصب لم يكترث يوم الرسوب بدمع أم،
أو سكوت في أبيه، إذ كان مشغولا كعادته بشعر، كم كان مشغولا كعادته بشعر يحتوي وطنا نسى أن يحتويه. أنا راحل مني بربك فارحلي، يشتاق حزني شهوة أنت المسيه. كوني لثغري لعبة الطفل الذي يحبو فتحبو نحوه كي تلتقيه. كوني لثغري لعبة الطفل الذي يحبو فتحبو نحوه كي تلتقيه. ألقوا بجرحي سهمهم وتفرعنوا فلق العيون السوداء. ألقوا بجرحي سهمهم وتفرعنوا فلق العيون الخضرا كيما تلقفيه. قولي لقلبك للنساء إذا حكت ذاك الذي لمتنني بالأمس فيه. صاحت أهذا الحب، صاحت أهذا الحب، قلت الحب قرآن الطبائع فاخشعي لترتليه. عينان ناعستان زهر للورى وهمية امرأة تموت لتفتديه. قلق بكوب الشاي يحضن وحدتي كفتاة ليل إذ يضاجع شاربيه. والهاتف الجوال مات بصمته. جيئي بصوتك واضحكي كي تبعثيه. والهاتف الجوال مات بصمته. جيئي بصوتك يا علاء لتبعثيه. في عصرنا عينان ناعستان زهر للورى وهمية امرأة تموت لتفتديه. قلق بكوب الشاي يحضن وحدتي كفتاة ليل إذ يضاجع شاربيه. والهاتف الجوال مات بصمته. جيئي بصوتك يا علاء لتبعثيه. في عصرنا كل الظروف تغيرت، في عصرنا كل الأمور تغيرت، والحب نفس الحب لا تغيير فيه. يا علاء الأستاذة اللي حدت لك قصيدة جميلة قوي على فكرة. شكرا للفارس الجميل والشاعر المتألق علاء عبد العليم قيصر الشعراء وصائد الجوائز سيف الله فؤاد. اهلا وسهلا بيه.